شهادته بفني ومن الكلام الرائع اللي حكاه بحقي، هذا شرف لإلي. الشباب بيستاهل ويستحق انه يلقى دعم من الجمهور ودعم من الناس اللي في نفس المجال. الشامي لأول مرة في ستارز اون بورد مع صابر الرباعي ويارا. حلو انه كان في فعاليات نحن والفنانين، اشياء مهضومه هيك قريبه من الناس كانوا يحبوها. تعال صور يا حبيبي. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. شوفوا انا واقف، شوفوا واقف مع عملاق ومع عملاق كمين مع صغير. لا 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 لا. واللقاء ده بين صابر الرباعي وشامي شهد عليه اي.تي بالعربي في كواليس حفل ستارز اون بورد في دبي واللي جمعهم سوا. هلا شفناك عم تلتقي مع استاذ صابر الرباعي، شفنا قديش كمان هيك كان مبسوط فيك انك دخلت لعنده وكمان اعطاك هيك دعم زايد كمان. انا احترم اساتذتي جدا، الاساتذه العمالقه يلي واعيين عليهم، ومنهم طبعا الاستاذ صابر. هذا الاحترام يلي عم يبدر مني من اساس فنه هو الشيء اللي كتير كبير، ثانيا من شهادته بفني ومن الكلام الرائع اللي حكاه بحقي، هذا شرف لإلي. انا دائما بحترم الاساتذه. ورسم طريقك منيح يعني بشويش ما تستعجل بس ان شاء الله. شفنا كمان الشامي حاب يجي ويسلم عليك وشفت كيف انت دعمته وعطيته هيك تبس صغيره من خبرتك يعني. في شك يعني في شك الشباب بيستاهل ويستحق انه يلقى دعم من الجمهور ودعم من الناس اللي في نفس المجال بالنهايه يعني. نكمل بعض ونتواصل مع بعض وامتداد لبعض، فأكيد يعني أقل شيء. والشامي افتتح الحفل وطلع على جمهوره اللي نقدر نقول إنه كان من بلاد عربية مختلفة. واليوم كنت عم شوف هيك ستوريات تبعك، شفت الناس كيف كانوا متجمعين حولك باتلانتس، كلهم هيك جايين من كل البلدان، حتى في ناس من فلسطين كانوا عم بيحكوا معك. فخبرني هيك دائما لما ترجع تقعد لحالك وتفكر انه هالناس اللي شفتهم وحكيوك شو بيعطوك؟ يعني بيخلوك تحمل مسؤوليه اكثر، بيشجعوك اكثر، شو الشعور اللي بيعطوك اياه؟ لك فكره المحبه رغم الاختلاف، يعني انا احيانا مثلا بتكون في لهجه مغاربيه، يعني انا عم حاول افهم بس انا شايف المحبه بعيونها. فكره انك انت تخرق الحدود بالمحبه هي فكره كتير كبيره بالنسبه لي، بصفن فيها كتير وبتزيدني مسؤوليه، لانه انا عم بتعامل مع جمهور عربي مطلق. انت اليوم ملك الكل، ملك مصر، ملك تونس، ملك الخليج، وهي مسؤوليه وان شاء الله بنطلع قدها. لا قدها. فكالعاده الشامي قدم حفل ناجح والانرجي كانت عاليه. كانت اليوم الطاقة كتير حلوة، وأول مرة مع ستارز اون بورد ومش الأخيرة. كانت تجربة حلوة، والجمهور يعني هو الجمهور اللي أنا اعتدت عليه بمحبته بتفاعله بطاقته، والحمد لله على النعمة اللي الله أعطاني، هي محبة الناس والله يديمها يا رب. وبنفس المحبة استقبل الجمهور صابر الرباعي. وصابر كمان قابل يارا في الكواليس. سعيدة جدا بمشاركتي اليوم مع ستارز اون بورد. تحية كتير كبيرة لشركة ستارز اون بورد وعلى رأسها أكيد السيد يوسف حرب، يعطيه ألف عافية، وكل القيمين والمنظمين على الحفلات الحلوة. وأنا سعيدة جدا أني راح أشوف اليوم كمان الناس لنشوف، خبرونا أنه جايين من كل البلدان، فإن شاء الله يقضوا سهرة حلوة معنا. من يوم مش فرقاني عندي شوف مصر، قلبي من دونك ما بيفرق الجنون، خليها الدنيا تعرف قلبي مين اختار. وصحيح ان الحفلات دي كانت الاولى من ستارز اون بورد اللي بتحصل في دبي، لكن صابر ويارا سبقوا شاركوا في رحلات قبل كده. ممتازين صراحه يعني، وفيهم بتعب برشا كبير يعني لما يكونوا على الارض ولا على البحر، يعني هم فيهم تعب، فيهم تحضير، فيهم حرص على ان كل فنان، تعرف لما تجمع الفنانين في 3 ولا 4 ليالي مش من السهل اللوجيستيكلي يعني، فاللوجيستيك بتاعهم صعب. ويوسف متعود على الضغط ومتعود على الامتياز دائما. شو في ذكريات بتحمليها من ستارز اون بورد لما رحتي معهم
كل شيء يعني اول شيء تجربه انك على الاون بورد، يعني انك بباخره كبيره، ما حسيت انه مني بامان، لا بالعكس، بس انه هيك شيء غريب اول مره، يعني انا كنت بكون موجوده بسافر بالباخره، فكانت كتير حلوه، تجربه كتير حلوه بكل تفاصيلها، والفنانين اللي كانوا والناس اللي كانوا قراب منهم من الفنانين، فتجربه كتير حلوه. كان في فعاليات نحن والفنانين، اشياء مهضومه هيك قريبه من الناس كانوا يحبوها، هالاشياء كمان بتذكرها كتير.